في كلمات قاتلة كده الناس بتوع السيلز بيقولوها وبتقال من غير قصد، يعني زي مثلا معلش مش هاخد من وقت حضرتك كتير، هعطلك بس شوية. الوقت اللي انا بتصل فيه ده مناسب ولا لا؟ متشكر جدا لوقت حضرتك، انا اسف لو اكون ازعجتك. كل الكلام ده هو بيمهد له ان انت هتعطلني، هتاخد من وقتي. البيع عمليه سيكولوجيه بحته يا جماعه. فانا لما اقول له اديله رساله ان انا هاخد من وقتك، مش هعطلك، الكلام ده كله بيقلل من شأني انا. وبعدين بتتاسف ليه لما تقول له انا اسف لو انا بتصل في وقت مش مناسب؟ انت شرفك انت اتصلت في وقت مناسب ولا وقت مش مناسب؟ العلاقه دايما لازم تكون ما بين رجل البيع والعميل بتاعك، سواء بتبيع منتج او سواء بتبيع خدمه. هي هيد تو هيد، انا بقدم خدمه والعميل بيستفيد منك، فلازمتها ان انت تعتذر ان انت ازعجته وهتعطله وهتاخد من وقت دقيقه. كل ده هيترمي عنده في دماغه ان انت فعلا هتعطلني، فيقول لك متشكر جدا، مش عايز اي حاجه. شكرا ليك.